اليوم ده هو اليوم. مونديال بدأ وأنا صحيت عشانكو. كوريا الجنوبية كانت خسرانة هدف قدام التشيك وقلبتها 2-1 في آخر 30 دقيقة، والصفرة مصرية. أمين عمر هو اللي أدار أماتش، وبس استنى الجامد، برناردو سيلفا راح ريال مدريد. هير وي جو من فابريتسيو. اتفاق سنتين وسنة اختيارية، خلصوها في 36 ساعة بس. مورينيو طلبه شخصياً. نهاية حقبة في مانشستر سيتي. وفي أخبار تانية تكسف. إمبابي طلع في مؤتمر صحفي وقال هنواجه أبطال أفريقيا، مش عارف السنغال ولا المغرب اللي كسبوا. أنا شايف ده استخفاف صريح بالمغرب اللي وصلت نص نهائي 2022. يا كيليان، خريطة أفريقيا مش صعبة كده. وخليني أوجعك بالرقم، كوريا دلوقتي كسبت ثالث منتخب أوروبي على التوالي في كأس العالم. 2018 أمانيا، 2022 البرتغال، 2026 التشيك. صدفة؟ لا، ده مشروع. وأهم حاجة لينا احنا، كورتوا طلع قال أتمنى ماتش مصر يبقى زي نهائي دوري الأبطال اللي كسبت فيه على صلاح في باريس. يا راجل، هو ده الكلام اللي بيشحن صلاح. حضروا قلوبكم. وقبل ما امشي، كابتن اليابان واتارو إندو اتشال من مونديال بإصابة في الكاحل وأعلن اعتزال منتخب. حرام عليه. طب وانتوا؟ انهي خبر فيهم صدمكوا أكتر النهاردة؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.